انت جات لك عيانه عندها وجع في كتفها اليمين وعندها عقده هنا ما بتروحش مهما تفعص فيها، تاخد نيدلز مسمعه، نيدلز اللي هي الابر الجافه مسمعه في دماغها وفكها اليمين، عامله لها دوخه وصداع نصفي ولفت الدنيا كلها وراحت جايلك في الاخر اكتشفتي المشكله كانت ايه؟ بص، هو احنا طولنا شويه مع العيانه دي علشان كان فيها كذا حاجه. ماشي. طيب. عشان يكون عندنا بوينت في نقطه كده في حته الكتف من ورا كده، دي سبب بتجنن كل الناس. حته تريجر بوينت كده بتسمع في دراعها، بس حاجه من جوه قوي، مش زي التسميع بتاع العصب. احساس عميق قوي ومنغص عليها حياتها حرفيا، هي بتقولي كده. طيب ما بتروحش خالص 10 سنين، كتير جدا. 10 سنين؟ 10 سنين. اوكي. راحت، والعيان فعلا كانت بتسافر كتير جدا. فعملنا مساج، عملنا إبر جافة، عملنا كيروبراكتر، عملنا حاجات كتير قوي، بس كلها كانت على الحاجات اللي عند اللوح الكتف حوالين الكتف في المكان ده. اقعد افك في التريجر بوينت. يعني انت حاولت شخصيا بالطرق التقليديه ان انت عايزه تفك في الحته دي؟ لا بصراحه ما حاولتش هنا خالص، ما بداتش اصلا هنا. اوكي. خلاص، هي جايه بتقول لي ان انا بدات كده كتير وعملت ده، فما حاولتش هنا. فرحت فكرت في اختناق العصب اللي سبب الكتله العضليه دي. اسمه ايه العصب ده؟ اسمه سابسكابولار نيرف، حاجه بيجي بساعات بيتخنق من هنا، من الرقبه، من عضلات الرقبه هنا لقدام. هيعدي ما بين عضلات الرقبه اللي قدام دي وهينزل يغذي العضلات اللي حوالين لوح الكتف. انت اشتغلتي على رقبتها عشان تفكي جزء منها طبعا. اشتغلنا على حركه اللوح الكتف. ماشي. بس الاساسي كان احرر العصب اللي هو جاي من الرقبه. ماشي. يتحرر ازاي؟ لما تكون العضلات شاده قوي اللي قدام وضعيفه، وكمان رقبتي عامله كده. اوكي ماشي. طول الوقت العصب مخنوق وبيسمعني في الحته اللي بعيده عنه دي، اللي هي هنا دي، هو راح يديها في الاخر. فمهما طقطقت هنا وابر هنا ومساج حركت السكابولا واقعد احركها مفيش. مشكله الرقبه ما اتحلتش، مش هتتحل. بالظبط. فمشكله الرقبه بالذات لو قعدنا وقت طويل بنقعد وقت شويه اكبر ان احنا نحلها، خاصه لو احنا قاعدين نحلها من قدام. نحرر الحاجات اللي قدام دي. لقيت حاجه تانية؟ دخلنا بقى تحت شويه على العضله اللي هي تحت لوح الكتف على طول، اللي هي دي اللي بتنتهي خالص في في الحوض. اللات دي لاتسمس. لاتسمس كوادريتس لامبورم. عضله جانبيه هنا اللي عند الكلى. بالظبط، اللي هي ورا الكلى على طول. اللي تنتهي فين؟ في الحوض. وكانت وجعاها دي برضه؟ كانت وجعاها لما احنا عملنا لها اسسمنت. لما دوست عليه ايه ده، دي ما كانتش وجعاني، بس دي كان لازم تتحرر علشان اللوح الكتف نفسه يتحرر. اوكي. طيب، الضلوع نفسها كمان. بالظبط. فاحنا بعدنا عن البوينت التريجر بوينت اللي هي بتوجعها دي. احنا عملنا من فوق الرقبه ومن تحت العضله دي ومن قدام الحته بتاعه المراره والكبد والفاشيه دي. ايه علاقه المراره بالموضوع؟ اي حاجه في الاحشاء من قدام بتاثر عليها من ورا، سواء في العمود الفقري الاعصاب اللي بتديها او العضلات والفاشيه او الطبقه اللي وراها. اوكي. يعني انت لقيتي ان المراره عندها مأثره على بالظبط على الكتف. وبعدين وهل مثلا المراره دي كان فيها حصاوي، كانت ملتهبه فتره، بس طبعا معظم الناس ما بتربطش ده. وانا لما بسالها بتقولي لا بس ده ملوش علاقه. قلت لها لا طبعا هو ليه علاقه. كل حاجه في جسمنا بتاثر على الريليشنز بتاعتها. احنا بنربط اللينك ده في الاوستيوباثي. احنا بنربط كل اللينك ده ببعض. تربطي الاعضاء والاحشاء بالعظم والعضلات. بالظبط كده. فانت لقيتي ان في بينهم لينك قوي فعلا، مش لينك وهمي، هو لينك من جوه بيشدوا بعض. طبعا. انت لقيتي ان المراره ملتهبه. طب هل المراره دي حتى لو مش ملتهبه دلوقتي لو قعدت فتره زمان ملتهبه واتعالجت تمام بتاثر على الموفمنت بتاعتها، الحركه بتاعتها، على حركه الكبد والمراره. طيب. فاحنا بنتشيك الموفمنت دي حاجه اسمها الفيسرال مانيبيوليشن، ان احنا بنحسن حركه الاعضاء. انت بتشوفي حركه الكبد بالظبط والمراره واتاثرت من التهاب المراره.
ايوه حركة طبعا، الكبد ايوه كله طبعا، بتأثر اي معانا. حاجه التهاب او حصاوي او اي عمليه او اي حاجه عملناها بتاثر بعدين على حركه الاحشاء دي. هو الكبد ده بيتحرك ازاي مع النفس يعني ولا مع النفس. بيتحرك ازاي؟ كل حاجه عندك في الاحشاء، كل حاجه عندنا في الاحشاء بتتحرك بليميت معين، أوكي. ولو قلت الحركه بتاعتها اثرت على الوظيفه بتاعتها. يعني انت بتبقي حافظه حافظين الحركه دي. الحركه، والحركه بقى مش الحركه زي بتاعت مثلا الجوينت ده الايدين، لا حركه ليميتد قوي تتنفس بيها. احنا بنقول نفس، التنفس بتاع الاعضاء دي ده اوكي. تتحرك بيها. ربنا خالق كل حاجه عندك بتتحرك. يعني انت يعني قصه ان الحجاب الحاجز هنا رق كده ينزل يضغط على الكبد ويطلع دي الحركه. حركه. فانت شفتي حركه الكبد هنا ليميتد او متاثره. ايه اللي موقفها؟ ان في مثلا التهاب التصاقات، في التهابات، الحجاب الحاجز نازل تحت قوي مش عارف يخليها تطلع وتنزل. أوكي. بفضل وبعدين نشتغل على الحجاب الحاجز اصلا ونشوف الوظيفه بتاعته بينزل تحت صح وبيطلع ولا لا، لانه مش بس حجاب حاجز، هو عشان ينزل بيحرك كل اللي تحته، فلو حركته مش مظبوطه كل اللي تحته مش مظبوط. يعني انا ممكن نفسي ياثر على وجع رقبتي. طبعا احنا ممكن في سيشن نبدا الحجاب الحاجز بس. على طول. بالظبط. هشوف تشيك الموفمنت بتاعته كده بتطلع صح، بتمشي على الجنبين صح كده وكده، خلاص يعني هبقى عارفه. جاي لك اشتكي لك من هنا تشتغلي حجاب حاجز. بالظبط. مش أوكي. كل طبعا السيشنز عشان الناس ما تتخيلش ان احنا ممكن نحل ده بارت من التريتمنت. بس واحده لفت 10 سنين زي ما انت بتقولي، اكيد في حاجه. لازم نشوف الحاجات كلها. صح. مش كفايه ان انا اشوف التريجر بوينت الحته دي، طب واللي ماسكه فيها هنا واللي ماسكه فيها هنا واللي تحتها. اصل انا هجيلك ليه؟ ايه الجديد اللي عندك؟ بالظبط. لازم تديني. فلازم اشوف كله. ممكن يكون حلينا جزء من الحاجه، طب والباقي كل ده بيشده. صح. فحلينا المشكله دي بس طولنا شويه، لان انت محتاج تشتغل على كل ده، وكل ما الوقت بيزيد كل ما الحاجات دي بتتشد معاها، بتتراكم اكتر. دلوقتي لو انا عندي اعراض ايه مع الاكل مثلا، اشك ان انا عندي مراره، اقوم مكلمك او اكلم جهاز هضمي. بالظبط. فهميني اعمل ايه، يعني احس بايه، ايه الاعراض دايما عشان انا كان عندي، انا مريضه مراره اصلا فانا كان عندي مشكله في المراره. فانا كان عندي مشكله المراره، عشان طبعا انا اوستيوباث، ففاهمه ايه علاقه العظم بالكتف، وجع الحجاب الحاجز بالظهر من ورا. دايما نسمع ورا. اسال مجرب ولا تسال طبيب؟ ايوه فعلا. ده مجرب وطبيب. ايوه بالظبط. يعني حضرتك كنت مريضه مراره وبتعالجي الناس اللي عندها التهابات في المراره. عندي حسيتي بايه بقى؟ حسيت دايما الوجع اللي بيجي من الاحشاء بيبقى في العظم، لكن ديب شويه، عميق شويه، تحس ان هو من جوه. ماشي. تحس ان في حاجه ما بتروحش، مثلا بان انا هدهن حاجه او ان انا اخد بسط للعضلات، لا، الحاجات الاستراكشر او الحاجات اللي هي العظمه العضليه دي مقدور عليها. هعمل ستريتش، هعمل مساج، خلاص. لكن الحاجه اللي جايه له من جوه دي او من مكان تاني، لا، دي محتاجه تحل المكان التاني. حل المكان التاني من ايه بقى؟ تنفس صح، اكل صح. بقيت اكتب مثلا انا اكلت النهارده كذا، ظهري وجعاني، الحته اللي قصاد المراره من ورا وجعاني من الاكل. طبعا مش عارفه اخد نفسي كويس، يعني ممكن خلاص. وممكن تاكل حاجه دي ما توجعكش خالص بس كتفك يوجعك، فانت تروح، اصل دي مش وجعاني يا دكتوره، مش وجعاني دي، ما تلفتش ان انا اعمل حاجه. هشك ازاي يعني؟ مش هروح البطنه، مش هروح دكتور بطنه، ده انا هروح لكتفي والف بقى بكتفي. طب الكتف الحاجه المميزه، يقول لي التهاب بسيط في وتر الكتف. وتر الكتف بقى ده هو البسيط ده مبهدلني كده. لا حتى لو عندنا مشكله في وتر الكتف، احنا بندور ايه اللي خنق وتر الكتف. عندك التهاب في وتر الكتف، ده مش دايجنوزس بالنسبه لنا، احنا شايفين ده مش تشخيص. ايه وتر الكتف؟ يبقى وضع الكتف مش تمام فتره ما، خلت فيه اختناق، التهب. وممكن وضع الكتف ده يبقى مش تمام لانه شادد المراره، شداه قدام، ده سبب من الاسباب. ايوه طبعا. ممكن يكون نازل كده بيحاول يريح. الكتف من الحاجه الوحيده الجوينت المفصل اللي مظلوم جدا في الجسم كله. ليه؟ لان مش 3/4 مشاكله مش منه خالص. صح. لو هنفرق بينه، وريني كده، اطلعي فوق جوينت تمام، برفع بنزل، الله، طب ما خلاص. انت جات لك عيانه قبل كده بتقولي لها ارفعي
برفع تمام، بس موجوع. موجوع، بس طالما رينجه موجود الكتف يبقى انت ميكانيكيا كويس. بالظبط. في حاجه كتفه تانية بالظبط، هي اللي مبوظه. يعني الكولاجين موجود، البروتين موجود، حاجاته موجوده، عضلاته موجوده، المفصل أربطته. شغال، لكن وجعه منين؟ من اللي حواليه، واللي حوالين الكتف ده معروفين، يا من الرقبه، يا جايه له من الرقبه، يا جايه له من الحجاب الحاجز، قفص صدري. يا جايه له من تحت الحجاب الحاجز، مراره، كبد، كل ده، يا جايه له من العضلات اللي هي اللور باك، اللي هي عضلات الظهر. كل ده يأثر على الكتف، والكتف قاعد في حاله ما بيحصلوش حاجه، بس بيتوجع، بنسمع في الكتف. يعني نصيحتك، عندي وجع في كتفي اليمين. ايوه، كتفي اليمين، اروح اعمل سونار واجي لك، صح؟ ابص لو هو بقاله كتير لفيت عليه الاول الدنيا. الكتف طبعا، الاول اشوف الكتف، شوف الكتف تمام، ورنجاته موجوده وكل حاجه موجوده، خلاص يعني اعمل بتنقل رنين، للرقبه. يعني اعمل رنين على الكتف واختبر رنجاته مع دكتور عظام، قال لي انت كويس، اروح خلاص. اعمل في رقبه بقى، في رقبه، اوكي، في اروح اعمل رنين على الرقبه، غضاريف الرقبه، لو في عصب مأثر على هيسمع في الكتف، صح. طيب ما لقيتش، هعمل بقى ايه؟ سونار على البطن. المعده. حطوها في الاعتبار، يعني دايما حطوا الحاجات اللي تحت دي في الاعتبار. فانا لو جيت لك بالثلاث اشعات دول انا مش هخرج براهم ان شاء الله، مش هنخرج في وجع الكتف. لا بس كده، واروح جاي لك بقى بس كده. الا بقى كمان في حاجه تانية، في اعراض، لا في كتير، الكتف ده ملطوط. لا، في اعراض تبع الومن هيلث او صحه المراه، بتجيب الكتف كده، الهرمونات نفسها بتاثر على الكتف، زي المينوبوز مثلا، سن اليأس، كتفي وجعني، خلاص، لخبطه الهرمونات بتاثر على البروتين والكولاجين بتاع الكتف، يتاثر، والكالسيوم. فكتفي وجعني مكان الرينج واقف، وكتفي بيوجعني فجاه، مش فجاه، انت عندك كام سنه، بيرد موجوده، خلاص احنا داخلين على المينوبوز. فانتي برضه ستات، المينوبوز ده اللي هو سن اليأس. سن اليأس. اروح بقى اعمل تحاليلي واشوف عندي هشاشه ولا لا واجيلك بالظبط، والف بقى حوالين العظام والكلام ده. لا، انا ابقى عارفه ان انا الهرمونات بتاعتي، لخبطه الهرمونات دي بتاثر على الكتف. ممكن تجيب تيبس، الفروزن شولدر ده مشهور جدا في سن اليأس. اوكي. لان المواد بتاعه التليين بتقل، مش عند كل الناس. قربنا نعجز. احنا عجزنا اصلا. طيب خلاص كده انا فهمت. فكده كل الحاجات كده انا فهمت. انا لو انا ست بعد المينوبوز، اضطراب هرموني، هعمل تحاليل بتاعت الهرمونات النسائيه بالظبط، وبعدين اروح عامل رنين على الفقرات العنقيه عشان الم الليله كلها، واروح عامل رنين على كتفي، وبعدين اروح عامل سونار على بطني، كده جبت لك الليله كلها، واروح جاي قاعد قدامك واقول لك حلي لي، صح كده؟ ده هتبقى المشكله مش في الكتف نفسه كمفصل، صح كمفصل هيبقى جاي له من حته تانية. خلاص بقى انا هجيب لك بقى كل حاجه. خلاص انا بفهم المريض دلوقتي الصوره كامله. انت لفيت بوجع كتفك اليمين والابهر اليمين ورقبتك اليمين، احنا بنتكلم ده الناس دي اللي سامعانا دلوقتي اهو هتعمل الواحد 2 3 4 دول، وتيجي للدكتور ايات وان شاء الله حلك عندها ان شاء الله. ميرسي، باذن الله. شكرا. عفوا دكتور احمد. خبره كام سنه يا دكتور؟ 16 دلوقتي 16 ولا؟ سنه ما شاء الله ما شاء الله. ماشي يا دكتور احمد، نورتني. شكرا. يلا هذا والله اعلم. باي.